Herzlich willkommen bei Herzlich Deutsch. تمام. اوكي. منورنا واحدا واحدا. احنا بعد انكم بس انكم بنسجل طبعا. طيب، احنا كنا المره اللي فاتت وصلنا لغايه تقريبا خلصنا كل ان بلس داتيف. نقول تاني ان ان من الحروف اللي بتعمل اكوزاتيف وبتعمل داتيف حسب المعجم، وبتشتهر اكتر شويه بالداتيف شويه عن الاكوزاتيف. هي موجود معاها اكوزاتيف بس مش كتير قوي، يعني الاكتر مع الداتيف. تمام. وكنا أخدنا بقى الأفعال الأساسية المهمة اللي بتحصل مع أن، زي يماندن ودا إتفاس إركينن أن إتفاس داتيف. لو قلنا مثلا إس فيلت أن يماندن فيلتس أن إتفاس داتيف، فورشن أن جيفنن أن يماندن هندن أن. وهنا الفعل زي إركينن برضو أخد مفعولين، واحد منهم أكوزاتيف وتاني منهم داتيف بأن. عندنا ليجن ان، وعندنا آه، شايتان ان مهم جدا برضو، شخايبن ان وشتيبن ان مهم جدا. عندنا تسونيمن ان وتسفايفل ان. الشاشه قدامكم والشاشه بتتحرك معاكم. يا دكتور. ان بلس اكوزاتيف. عندنا ان باسن ان، وده بياخد زيش وادفاس، يعني هو منعكس وغير منعكس. wir müssen uns، وانس هنا في حاله ايه؟ مين يقول لي؟ انس هنا اكوزاتيف ولا داتيف؟ اكوزاتيف. اونس هنا اكوزاتيف، لطيف. علشان معناش مفعول تاني مباشر للايه؟ مم. مم. للفعل. Wir müssen uns an die Gegebenheiten anpassen. ايه معناها الجمله دي؟ احنا عندنا مفعولين اكوزاتيف في الجمله، واحد منهم الضمير المنعكس او الشيء ده، والمفعول بتاع ان. ايه معناها الجمله دي؟ مين يقول لي معناها؟ وعندنا اوف باسن برضه. اوف باسن اوف. ايه معناها الجمله دي؟ بقول كده تقريبي. نعم. اقول حاجة تقريبية، طيب يعني اتفضلي. تقريبا. اتفضلي. يعني احنا زي معناها ممكن، لازم مثلا نتوافق او نبقى متناسبين مع المعطيات اللي معانا، يعني جيجيبن هايت. مظبوط. 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 بيتكيف مع حاجة، يتأقلم مع حاجة، بيوفق تمام. حاجة وفقا لحاجة. Wir müssen uns an die Gegebenheiten، Gegebenheiten يعني المعطيات اللي حوالينا، الظروف المحيطة بينا. Man muss seine Erwartungen، هنا ده المثال الثاني بقى. هنا كان بيقول sich anpassen an، هنا احنا في etwas anpassen an etwas Akkusativ. etwas Akkusativ هنعمل له anpassen an etwas ايه؟ اكوزاتيف. حلو الكلام. وهنا عندنا اتنين ان في الجمله، واحده منهم ان بتاعت الحرف اللي بيعمل اكوزاتيف، واحده منهم بادئه ايه؟ قابله للايه؟ انفصال. للانفصال. يبقى لو شلنا مسن من الجمله وحطينا الفعل امباسن في المرتبه الثانيه، هيبقى عامل ازاي؟ هتبقى فير فير بس ان بس اتفضل. ان بس خلاص، بس ان مش كده.
هنا البادئة هتنفصل في الأزمنة البسيطة. Man passt seine Erwartungen an die Wirklichkeit an. يعني ينبغي أن الإنسان بيعدل التوقعات بتاعته وفقا للحقيقة للواقع، ما يبقاش إنسان خيالي عايش في الأوهام. وصلت الصورة؟ جميلة أوي الجملة دي. يبقى إحنا مثلا لو قلنا du solltest تبقى عاملة إزاي؟ حد يديني مثال على du solltest. تعديل شيء ليتناسب مع شيء. يتكيف مع شيء. هم. بنقول نفس المثال الأولاني بس بزولتس مع تغيير ال يعني ممكن أقول دو زولتس داينا عندي Gegebenheiten anpassen. جميل. طب ممكن تقولي لي ممكن نكيف العلاج وفقا للحالة، للمرض؟ ايه رأيك؟ طب ما فيش حاجة أسهل من كده شوية يا لا دكتور؟ دي أنا سهلة مش جدا، دي دكتورة سهلة أصلا. جدا. ان يعني هقول لك ازاي. انت هتنبسن العلاج مم. عن المرض. ممكن أقول دو زولتست. دي زولتس دي ميديسين أو مش العلاج يعني. هم. أنا مش عارفة العلاج يعني إيه ممكن نقول دي بيهاندلو. بالتابليتا مثلا. تمام. دي تابليتا مثلا لا هو هنا دي مش مقصد بالعلاج يعني اللي هو الأقراص والحقن. ال... ال... يقصد طريقة اه العلاج اوكي. ذاته، دي ثيرابي، دي بيهاندلو. اه اوكي دي تمام. بيهاندلونج مع اهلا حضرتك يا وسهلا دكتور. بأميرة هانم من ورانا. دو زولتست دي بيهاندلو، او ممكن نقول دي بيهاندلungsweise، طريقة العلاج. بيهاندلungsweise، طريقة العلاج. مم. آه... انبسط. ان لا، هتكيفها وفقا لايه؟ اه وفق كرانك ان هايت. ان بص دي ان دي دي. ولا دي؟ لا دي بقى عشان هنا لا هنا اكوزاتيف. هنا اكوزاتيف تبقى دي. ان دي كرانكهايت ايه بقى؟ دي كرانك هايت. امباس. انباص. تمام. انباص. امباس. طب عايزين نقولها مم. دكتورتس دي بيهاندلungsweise ان حالة المريض امباس. حالة المريض. اه. آه. حالة المريض. هنا عندي حالة ايه في الالماني؟ حالة المريض. عندي حالة جينيتيف. اه عندي Heiz- عندي Gesundheitszustand، او ممكن Patientenzustand. مم. برضو die Krankheit des Patienten. تس كلام تن. مم. des Patienten، وما احطش اس، ما احطش اس ما انا الجينيتيف. لسه كنت. ما بحطش اس اه الجينيتيف لاغلب الكلمات اللي تخضع لقاعدة الان النكتسليون. ان نكتسليون. ديكليناسيون. اغلب الكلمات اللي تخضع لقاعده ان ديكليناسيون ومنهم باتسينت مش هتاخد اس جينيتيف. تمام. Du solltest تمام. die Behandlungsweise an die Krankheit des Patienten anpassen. طب لو Patienten دي جمع
مش مفرد، هتبقى الأداة دي هتتغير، بس هتبقى جمع بنت. جينيتيف. جمع جينيتيف. ديا. الله، مين اللي بيجاوب؟ أميرة. الله ينور. ادي فائدة الألماني يا جماعة، ادي جمال الألماني. Du solltest die Behandlungsweise an die Krankheit der Patienten anpassen. وبنقول بالمرة معلومة مهمة، انه الفعل انباسن هنا انطرد للآخر. علشان خاطر زولتس طرده، لكن الأصل والأساس انه أندي هي والمفعول بتاعها زيها زي كل الفيرب ميت بريبوزيسيون اللي هندرسها في الصف في الملف ده. بينطرد الفعل، بينطرد الحرف مع المفعول بتاعه لاخر الجمله قدر الامكان. يعني ما ينفعش نقول مثلا، ما ينفعش نبتدي ايه ان دي كرانكهايت دير، ما ينفعش نبتدي فيها في اول الجمله مثلا. تمام. لازم نجيبها في اخر الجمله قدر الامكان. هي هنا بس انباسن جت وراها عشان هو الفعل زولتست طردها، لكن الاساس انها تبقى اخر حاجه في الايه، في الجمله. اهلا وسهلا بزينه هانم، اهلا وسهلا بكم جميعا. نرجع تاني، احنا بنتكلم في ايه النهارده؟ بنتكلم عن فيرب بريبوزيسيون، بنتكلم تحديدا عن ان بلس اكوزاتيف بعد ما كنا خلصنا ان بلس داتيف. ابليغن ان ده فعل جميل قوي، وممكن نستخدمه جدا في البرزنتاسيون وفي المحادثه عامه في المستويات العليا. حد يعرف ايه معناه؟ وهنا بياخد اكوزاتيف، ان هنا بتاخد اكوزاتيف. حد يعرف ايه معناه ابليغن ان؟ يبلغ. يناشد. انا اناشد حماة السلام انقذوا الارض. تيجي نكتبها. تمام. تيجي نكتب انا اناشد محبي السلام. إيش ماشي، أبليغ. بس قبل ما نكتبها آه حد يقول لي ايه خصيصة الفعل ابليغن في الالماني زيه زي كل الافعال اللي بتنتهي بايغن؟ ايه خصيصته في البيرفكت؟ مش احنا قلنا ان الافعال اللي بتنتهي بايغن هي افعال جايه من اصل غير الماني، ولما بتيجي في البيرفكت ما بتاخدش جه؟ فاكرين المعلومه دي ولا لا؟ يلا، انا اناشد محبي السلام. محبي السلام دول هيتناشدوا بالان. الفعل ابليغن مش هيدخل على مفعوله كده مباشره، هياخد ان عنده. يلا ايش؟ إيش أبليغ. ايش ابليغ؟ أن ان. يعني السلام يعني إيه؟ السلام يعني فخيدن. عندي يعني إيه؟ فخي. فخيدن. عندي فخي يعني يعني حر، وفخيدن يعني السلام. تمام. تمام. إيش أبليغ أن احنا هنجيب. ليغا. ماشي، انت بليغ. عايزه، انت عايزه تقوليها ان دي ليبند أيوة دي. كده. مم. تمام. والسلام ده مذكر ولا محايد؟ حيث. مذكر ولا يبقى محايد؟ يبقى مذكر. دكتور باللغة ناقصها في ايه؟ باللغة يا دكتور ناقصها في ايه؟ فين ابيليغه ناقصها كمان بي. اه ايش اه ابيليغه؟ تمام.
هو السلام ده مذكر او محايد؟ حد يفتكر لنا كده، هو مذكر ولا محايد؟ محايد. هم. يبقى مذكر. ده فريدن ولا ده فريدن؟ بلس. ده فريدن. حلو كلام. ان دي ليبنده تبقى ده فريدن، هتتحول في الجينيتيف الى دي. ديس. مم. تمام. بس الترجمه اللي احنا عاملينها دلوقتي حالا مش الترجمه الاوقع. ليه؟ لان انا ممكن استعيض عن دول كلهم ب اسم مركب. وصلت صوره؟ طالما فيه اسم مركب يبقى هو اولى. يبقى هتبقى ليبندا ديت، هناخدها من هنا ونخلي الاس بتاعتها، نخلي ال بتاعتها صغنطوطه، وهنحتفظ بالاس ديت. ليه؟ ليه احتفظنا بالاس ديت؟ قواعد عماله تيجي، كلام مهم وكلام جميل عمال يجي. ليه احتفظنا بالاس ديت؟ عشان الاس بتاعت الأداة الجينيتيف. بتاعت. جينيتيف مم. عشان الاس بتاعت الجينيتيف. لا، الفكره ان احنا لو عندنا اي كلمه منتهيه بالاي ان وكونا وراها كمان كلمه بقوا كلمه مركبه، بنحط الاس ما بينهم. اس ديت بتظهر لو عندي هنا اي ان او اونج او هايت وكايت تقريبا، وشافت كمان في نهايات كده. لما اجي احط كمان وراها كلمه فيكونوا هما الاثنين مع بعض كلمه مركبه، بنفصل ما بينهم، او على الاصح بنوصل ما بينهم بالاس. وصلت الصوره؟ الاس دي مالهاش علاقه بحاله الجينيتيف. ايش ابليغه ان دي، وهنمسح الديس دي طبعا مش تبعنا خلاص. ان دي فريدنز ليبنده. تمام. und sage sage ايه بقى؟ انقذوا الارض. إعداد. ما هو الارض دي هي اللي هننقذه، وهي مفعول الجمله. عايزين دي نجيب الفعل في فيرب الاول. دي انقذوا الارض دي جمله امر، جمله امر هنجيبها بس بصيغه höflichkeit. هنحط اه زي، هنحط معاها مثلا bitte او doch شوتس او retten ينقذ. شوتس schützen يحمي، schützen يحمي، لكن retten ينقذ. retten sie باس قوس doch die Erde. تمام. ايه رايكم في الجمله دي؟ ماشي. ايش باللغه an die Friedensliebende und sage, richten Sie doch die Erde. Denken an يعني يفكر فيه. تمام. بفكر فيك ومش عارف بفكر ليه، ومشغول بيك ومش عارف في قلبك ايه، او افكر فيه. الفيه ده اللي انا بفكر فيه ده هياخد an. woran denkst du gerade؟ انت بتفكر في ايه هنا؟ woran بتفكر في ايه ولا بتفكر في مين دلوقتي؟ gerade بتفكر في ايه ولا بتفكر في مين؟ السؤال ده عن عاقل ولا عن غير عاقل؟ ما هو ده اهميه درس فيرب ميت بروزيسيون اللي جاي منه 3 دروس تانيين واكتر. ها. متهيألي غير عاقل عشان فو يا دكتور. فو وان، وحطينا ار العله صوتيه عشان ما ينفعش نقول فو ان، حطينا فوغان، وهنا غير اه عاقل. طب لو فوغان. كنا عايز اقول له انت بتفكر في مين، يا ترى يا وحشني بتفكر في مين؟ عامل ايه الشوق معاك؟ عامل ايه فيك الحنين؟ على راي مأمون الشناوي. اقول له بقى بتفكر في مين، تطلع هنا ازاي؟ تطلع هنا كده اهو، انفين. عشان انا بسأل عن ايه؟ عن عاقل. ده اهميه درس، ده اهميه درس
فيرب ميت بروبوزيسيون، ان انا كمان زي ما بقول انا افكر في فلان، هسال فيهم لحظه من اللحظات هقول في من تفكر. ولما افكر في شيء هساله هقول له فيما تفكر. تمام. فهيظهر هنا معايا الدرس في درس تاني كمان في ادوات الاستفهام. فهنا انا بسال عن عاقل. ان فين denkst du، انت بتفكر في مين؟ بص الصوره هنا. woran denkst du، انت بتفكر في ايه؟ يبقى denken an etwas akkusativ oder jemanden. صح الكلام؟ تمام. jemanden. صح الكلام؟ denk bitte an das Buch vergiss es bitte nicht. فكر خليك فاكر. تمام. الكتاب لو سمحت ما تنساهوش. denk bitte daran die Blumen zu gießen. daran يا دكتورة أميرة، دورك يلا. daran ديت ليه جت daran؟ علشان ده المهيئة هتهيئ لنا الجملة تستقبل أن، فحطينا الإغ في النص علشان تحسن إيه، عشان النطق. حطينا ايه في النص عشان تحسس النطق، بس احنا ده ليه؟ عشان الناس يفهموا كلامك. علشان دي جملة نسبية. دي إيه؟ ثواني أكبر. قولي دي طلعوا اتفضل. من سو جسن، علشان إحنا دلوقتي عندنا جملة نسبية اللي هي دي بلومن، فعشان نهيئ إن إحنا ندخل عليها أن، بنحط لها ضاد. جميل. عشان هي انها تدخل على جمله، الجمله دي مش نسبيه، يعني الجمله دي هنا مش ضمير نسبي، دي بلومن، دي هنا دي اداه معرفه عاديه. حلو الكلام. تمام يا دكتور. لكن هو كلامك اغلبه صح الا حته الجمله نسبيه، ان انا بدخل ان بدل ما هي كانت هتدخل على اسم زي ده سبوخ، بدل ما كنت هدخلها على اسم زي ده سبوخ زي اي حرف في الحياه المفروض انه بيدخل على اسم او على ضمير، هنا بدخل ان على جمله، فبضطر ان انا اجيب لها ده، وعشان كده عادل نمير بيسميها ده المهيئ المهيئه، لانها تهيئ الاسم، تهيئ الحرف انه يدخل على على جملة جمله، تانية، وهو اصلا المفروض بيدخل على على اسم اسم، او على على جملة، ضمير، على ضمير. يعني انا لما على بقول له ضمير. بفكر فيك بقول له ايش دينك. دينكا دي لا، أمال ما إيه؟ ينفعش. دينك هيجي معاه ان فيرب مت بريبوزيسيون، افعال دينكا معاها حروف. هو انا ينفع اقول في العربي انا افكرك، ولا لازم اقول انا افكر فيك؟ فالفعل اللي معاه حرف هيفضل معاه الحرف هيلازمه. ايش دينك ان ايه؟ اندش. يبقى اصلا الحرف بيدخل، الحرف الان او اي حرف في الحياه المفروض ان هو بيدخل على ضمير او على اسم. كونه يدخل على جمله هنحتاج معاها، كونه يدخل على ضاد. جمله هنحتاج معاه يتحول الى ضاد. ده، ويجي قبل الجمله على طول ويجي وراها كوما، الا اذا كان في حاجه هنا جت انطردت للاخر. ده غن. دينك بيتا ده غن، يعني لو سمحت فكر في ان تسقيه الازهار. وصلت؟ sich oder jemanden erinnern an، اسمها erinnern an، يعني بيتذكر هو او بيذكر شخص بحاجه. بيتذكر هو حاجه معينه، او هو اللي بيذكر شخصا يمندن بحاجه معينه. حلو الكلام. يبقى ايش ارينغ، ما اسمهاش ايش ارينيغ والنبي، ايش ارينغ مش اندش. ايه معناها؟ انا اتذكرك. طيب مين يقول لي انت بتتذكر مين؟ يقولها لي، نكتبها يلا. نقول فوغان ولا انفين؟ أنفين، أنفين. أنفين. عشان ده انفين. عطف. انفين. وقلنا فين ليه؟ ما قلناش فيا، ما قلناش فيم. ليه عشان اخترنا هنا أن فين؟ هتاخد عشان أكوزاتيف. عشان أكوزاتيف.
ده تصريفة الأكوزاتيف بتاعت فير. يبقى الفين، الان ظهرت معايا، الان ظهرت معايا في كل تصريفات المذكر الأكوزاتيف. الدير بقت دين، الاين بقت اينن، الكاين بقت كاينن، ماين بقت ماينن، زاين بقت زاينن، حتى فير بقت فين. صح؟ انفين، انفين ايه بقى؟ تتذكر. يعني إيه؟ انرست، شلنا الان حطينا اس تي. فاعل الجمله دو، يفضل حاجه عشان الجمله تكمل وتبقى صح. ان سوري. دش دش دش، دش. دش. هنا الفعل ده منعكس وما اقدرش احذف دش، لان انا استخدمته في استخدامه المنعكس، لازم اجيبه. بس لما يبقى في استخدامه الغير المنعكس اقدر ساعتها احذف دش. انا ب... بتفكرني بمين؟ لو قلت لواحد انت بتفكرني بمين، ممكن اقول مش. ان فين ارنست دو مش، يعني انت بتفكرني بمين؟ بص الصوره. لكن ان فين ارنست دو ديش، انت بتتذكر مين. وصلت؟ نرجع تاني. Ich erinnere mich daran, wie wir uns kennengelernt haben. ايه معناها الجمله ديت؟ معناها ان انا افتكرت ده ان احنا كنا نعرف بعض. انا اتذكر يعني كنا كيف تعرفنا، كيف دي تعارفنا. احنا كيف الاثنين تعرفنا على تقابلنا بعض. وتعارفنا على بعض، عرفنا بعض. Ich erinnere mich daran, wie wir uns kennengelernt haben. ازاي احنا عرفنا بعض. daran جات لي برضو نفس الفكره، ان انا عندي ان، بدل ما كانت هتدخل على ضمير زي ديش او تدخل على اسم او اي حاجه، راحت جايه داخله على جمله على بعضها، جمله في، فاخدت معاها دا. ولما جينا لقينا دا هتيجي كمان معاها ان، رحنا قلنا لها معلش تعالي يا اتحطي في النص عشان نعرف ننطق الكلمه كويس. Wir müssen uns an den neuen Lehrer gewöhnen. يعني ايه؟ يعني نتعود عليه. تمام؟ glauben an يعني يعتقد في شيء حتى ولو كان الاعتقاد الايماني. يعني مثلا اقول لك glaubst du an Gott، يعني انت تعتقد في وجود اله. وصلت؟ woran kann man heutzutage noch glauben؟ هو الانسان النهارده ممكن يعتقد في ايه او يصدق في ايه؟ تمام؟ لوجن. تمام؟ sind überall. دي معنى الجمله اللي فاتت. فهمتوا؟ اللوجن دي يعني الكذب. مم. الكاذبات في كل مكان. woran kann man heutzutage noch glauben؟ يعني ممكن بقى الانسان النهارده يعتقد في ايه؟ الكذب ملا العالم. حتى سؤال ايماني فلسفي، سؤال ايماني فلسفي بيقول له ايه؟ تصدقي في الحياة بعد الموت؟ بعد الموت، هل تؤمن يعني في الحياه بعد هل الموت؟ بتعتقد في الحياة بعد الموت؟ هل بعد تؤمن الموت بالبعث؟ هل تؤمن بالبعث؟ عن ein Leben nach dem Tod؟ طبعا كلنا هنا مؤمنين بالله، ونؤمن بالحياه بعد الموت. فهمتوني؟
sich halten an يعني يلتزم بحاجة. تمام، ويصبح لصيق بيها. alle müssen sich، خد بالك ان ده فعل منعكس، an die Regeln halten. جميل. هنا الجميع يجب أن يلتزموا بالقواعد. مظبوط، هنا زش ده فعل منعكس، والفعل المنعكس الحقيقي ده فعل منعكس حقيقي. فعل منعكس حقيقي يا جماعة يعني ما ينفعش أشيل الضمير ولا أعوض عنه بحاجة، لا أحذفه ولا أعوض عنه بحاجة ولا أسأل عنه. معنى كلمة اشت ريفلكسيفا فيربن، أفعال منعكسة حقيقية، يعني لا أقدر أشيل الضمير المنعكس ولا أعوض عنه بحاجة. يعني مثلا هنا قدرت أشيله في استخدام غير منعكس، مثلا في زيش الانان. تمام، هنا لا اقدر اشيله ولا اعوض عنه ولا اسال عنه. حلو الكلام. ريجل، مين يقول لي جمع كلمه ايه؟ غيجا. ريجل. رجال رجل. ريجل، جمع كلمه ريجل من غير ان. طب ريجل من غير ان مؤنثه ولا مذكره ولا محايده؟ مؤنثة. مؤنثة. هم. مؤنثه ولا مذكره ولا محايده؟ مؤنثة. محايدة. رجال. ايه دليلك على ان هي محايده؟ أنا فاكرة كنت حافظاها داز غيجل. مثلا عندي كلمه مثلا زي شلوسل، مين يقول لي جمع شلوسل ايه؟ اس سي ها ال او املاوت اس اس شلوسن. إيه؟ جمعها ايه؟ شلوسن. شلوسن. جمعها، لا يعني انا مثلا دي شلوسل اهو، دي شلوسل. تمام، جمعها ايه؟ دي شلوسن. يعني تاخد ان ولا لا؟ تاخد إن. تهيألي لا، دي شلوسل بالدي بالارتكل. بتاخد ان ولا لا؟ يعني لو قلنا دي شلوسل تاخد ان ولا لا؟ امتى تاخد؟ امتى تاخد؟ لو جه في. الجمله دي صح، كده الجمله دي صح. امتى تاخد؟ امتى الاقي دي شلوسل، او مش دي بقى، ما ينفعش دي يعني. امتى الاقي شلوسل بالان؟ ها؟ لو جه ماضي. ايه؟ عشان الجملة في الماضي يعني ولا. لو لقيتها دين في جينيتيف، في في داتيف، ساعتها اي جمع في الحياه ما اخروش ان هياخد ان او ان. صح؟ مش احنا في جدول الداتيف بنقول دين بلس ان؟ مم. ساعتها الجمع المذكر والمحايد هياخد ان، لكن هو في العادي مش هياخد حاجه، هياخد دي شلوسل وخلاص. معلومات عماله تيجي. مبسوطين؟ مبسوطين ولا عمال انا بنط من فكره فكره وابتديتوا تشتتوا؟ ابتديتوا تشتتوا؟ ها؟ لا، مبسوطين يا دكتور. جميل. تمام. غيجل اخذت ان عشان خاطر هي مجمع لكلمه مؤنثه اخرها اي ال، فبتاخد ان. مين يقول لي فينستا جمعها ايه؟ دي فينستا نحط هنا ان ولا لا؟ ايه. م? لا، مش هتاخد هي. لا. لا، نفس هي الفكره، اخرها ايه اير، فبتفضل زي ما هي. نفس الفكره، بنحط ان بس لو احنا في حاله داتيف هتبقى دين فينستان.